بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم بالنسبة للمغاربة. موضوعنا هو ماذا حققت حكومة عزيز أخنوش. ماذا حققت حكومة عزيز أخنوش خلال كل هذه المدة، وشنو هي الإيجابيات نتاع هذه الحكومة؟ وكما هو معروف أن عزيز أخنوش هو رجل أعمال وما عنده حتى شي علاقة بالسياسة، فليست له تجربة سياسية رغم أنه كان عضو في حزب التجمع الوطني للأحرار. إذا قلنا ما هي النتائج التي حققها عزيز أخنوش خلال حكمه، الجواب غادي كيكون أن حكومة أخنوش لم تحقق أي نتيجة إيجابية. وإلا قلنا لا توجد نتيجة إيجابية فأكيد ستكون مقابلها نتائج سلبية، وهي كثيرة ولا تحصى. سأتحدث لكي نتعرف عن بعض السلبيات لهذه الحكومة التي صراحة سلبياتها كثيرة ولا تحصى. بسبب هذه الحكومة لقح المغاربة 4 جرعات ضد وباء كورونا، 4 جرعات، ولا زالت تطمح في تلقيح ال5، فكل مرة تقول لا بد من هذه الجرعة لاحتواء الوباء. ففي الأخير مصنع التلقيح، أصحاب التلقيح أنفسهم قالوا أن التلقيح مع مرور سنوات يشكل سكتة دماغية والتجلط الدم. وبعدها خرج وزير الصحة ليكذب ما قاله المصنع نفسه، فقال وزير الصحة إن التلقيح جيد ولا يحتوي على نتائج سلبية على جسم الإنسان. ومن كوارث هذه الحكومة غلاء الأسعار للمواطن دون رحمة ولا مراعاة الحالات الفقيرة التي لا يجدون أموالا. ومن رحمات هذه الحكومة أيضا أن الأمطار تسقط، وهم يقولون لا يوجد ماء. منذ تولي هذه الحكومة الماء قل، وأصبحت مناطق تعاني من العطش. في ظل هذه الحكومة سمعنا أنه يوجد دعم للفقراء، ولكن المضحك أن الفقير لا يأخذ الدعم إلا بشروط. غادي نعرف من بين الشروط اللي غادي الفقير خصو تكون متوفرة فيه أنه ما يكونش يملك ولا درهم واحد إلى باغي ياخذ ذلك الدعم اللي هو عبارة عن دريهمات. والأسرة تحتوي مثلا على 4 أفراد أو 5 أفراد، والأب له أطفال يحتاجون إلى مصاريف الدراسة وإلى غير ذلك. يعني إما أنك تأخذ ذلك المبلغ الهزيل جدا جدا، أو أنك لا تأخذ ولا تحصل على الدعم. كذلك موقف الحكومة من القضية الفلسطينية، والذي كان موقفا لا يعبر به الشعب المغربي الذي يخرج يوميا بالمطالبة بإسقاط التطبيع بشكل رسمي. السؤال الذي أختم به كلامي: ماذا تعلمت أيها الناخب المغربي بعد اختيارك حكومة لا تعبر عن طموحاتك؟
حكومة تحث على المزيد وتركز فقط على تحرر المرأة من زوجها، والثورة على النصوص القرآنية كالمساواة في الإرث والعلاقة الرضائية وغيرها من الحقوق التي لا علاقة لها لا بالقرآن ولا بالأخلاق ولا بالعادات ولا بالتقاليد، وتعود في نفس الوقت سلبيتها على المرأة نفسها ولا تعود عليها بالنفع. يعني حكومة فقط تركز عن حقوق المرأة، فركزوا على حقوق المرأة وضاعت حقوق الرجل. يعني مع الأسف الشديد نتمنى هذه المرة من الناخب المغربي أن يركز في اختياره، لأنه حتى لا يتكرر مثل هكذا حالة باختيار حكومة اتجاهاتها وطموحاتها في اتجاه وطموحات الشعب في اتجاه آخر.